يا مساء الورد والفل والياسمين على حبايب قلبي وحبايب واقعية. وحشتوني جدا 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 من حلقتنا اللي فاتت، وجايه لكم النهارده بالحلقة الجديدة. أتمنى من قلبي إنها تعجبكم، بس عايزة أفكركم بقناة الواتساب فراشات واقعية. يلا بسرعة يا أحلى عيلة، روحوا نوروني هناك. هسيب لكم اللينك في أول تعليق مثبت، ويلا كلنا نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا نسمي الله ونشوف الحلقة النهاردة بتقول ايه. أجمل ما في الحب إنك تلاقي فيه راحتك، زي ما شبهتها هي، تبقى ليك ملجأ أو سند من هم الدنيا وضغطها. ابتسم بحنية بعد ما خلصت كلامها اللي نابع من قلبها، حس بيه كأنه لمسة دفع على قلبه اللي تعب من كتر الوجع. كانت بالنسبة له زي الصخرة اللي سند بيها قراراته اللي الكل رفضها. لأول مرة في حياته يحس بالعشق اللي بيملى صدره كده. كان عايش معاها كل كيانه، حاسس إنها دخلت جواه، ولما طلبت منه إنهم يتمموا الجواز رفض بقوة، وقال وهو بيبصلها بعشق: انتي تستاهلي شقة مخصوص وفرح زي الأميرات وفستان محدش لبسه قبلك يا صغنونة. ضحكت بحب وقالت له هي عينيها كلها صدق: عمر ما كان في راجل زيك ولا هيبقى. قعد يأكلها بإيده، بيتعامل معاها برقة كأنها ضناء، بيهزر معاها بالشقاوة اللي بتحبها منه، وبعدين سرح لها شعرها الطويل زي ما بيعمل مع بنته الصغيرة، وبعدها ضمها ليه بحنان كأنه طفل في حضن أمه. قعد يحكي لها كل اللي حصل له في اليوم وهي ساكتة بتسمعها بكل اهتمام، رغم إن قلبها كان مولع من الغضب على العيلة اللي معترضة عليه، بس عايزاه يفرغ اللي جواه. ولما خلص كلامه بعدها شوية وبص لها وقال وهو متردد: بس يا حبيبتي، نزلت من عندهم ورحت الدكان، بس اتضايقت. ليه بس؟ كنت مهمل فيه، مش متابع، محتاج يتظبط ويتجدد ببضاعة جديدة. وبعدها رحت الشقة، جبت منها كل الفلوس اللي فيها، وكلمت البواب يشوف لي بيعة كويسة. وقالت بشك: طب ليه تبيعها؟ مش دي اللي كنت بتسهر فيها زمان؟ والله أبدا، الشقة دي محدش دخلها غيري، بس لما شفت الفلوس لقيتها مش كفاية لكل اللي محتاجه. طب وانت محتاج ايه غير انك تنزل بضاعة جديدة وربنا يبارك؟ محتاج اجيب عربية صغيرة غير مصاريف البيت. مش لازم عربية، لو عليا مش فارقة اركب مواصلات، بس انا بفكر فيكي، كلها شهر وهتبدأ دروس، مش هسيبك يعني تتبهدلي في الزحمة. اللي عايز اقوله يا شهد ان ظروفنا مش هتبقى زي الاول، بس على قد ما اقدر مش هخليكي تحتاجي حاجة. قالت له هي ماسكة ايده: وانا والله ما عايزة حاجة، حتى لو اكلنا فول وفلافل طول عمرنا. وبص لها بحب وقال: مش كده برضو؟ انت متعودة كل شهر تشتري هدوم وذهب كأنك بتشتري كيس شيبسي. اللي اقصده ان احنا هنعيش مستورين، بس مش بعز اللي فات. قالت له بقناعة وهي عينيها بتلمع: انا كفاية عندي انك معايا، الحلال رزقه فيه بركة، واللقمة البسيطة بالحلال احلى مليون مرة من عز الحرام. وضمها وقال بعشق: ربنا يبارك لي فيك يا نعمة حياتي. وبعد لحظات، بعد ما سكته شوية، قال بخوف باين في صوته: بصي، من بكرة إن شاء الله هفرش الشقة اللي تحت عشان تقعدي فيها براحتك. وبلع ريقه وكمل بتردد: عشان كمان يعني هجيب عيالي يعيشوا معاكي فيها، مش هتتضايقي؟ قالت له بجدعنة وهي بتلمس ايده: اخصى عليك يا موسى، دول حتة منك، دول عيالي قبل ما يكونوا ولادك، أشيلهم في عيني والله، بس أمهم مش هتسكت، وجودهم أكيد هيطلبوا يشوفوهم، نعمل ايه ساعتها؟ قال له هو محتار: عارف، بس أنا عايز أربيهم بالحلال، ومش عايزهم يعيشوا في وسط الغلط. أكيد هينزلوا ويشوفوا جدهم، بس هنبه عليهم ما ياخدوش حاجة من حد، ولو حصل ربنا عارف إن أنا ماليش ذنب. مر شهر بعد كل اللي حصل، كانوا عايشين في هدوء تام، كل يوم بيحسوا براحة أكتر، فاكرين إن العيلة سابتهم في حالهم، بس ما كانوش يعرفوا إن أقرب الناس ليهم بيخططوا يخربوا عليهم حياتهم. وفي يوم وهو قاعد وبيفطر معاهم ومع العيال،
سمع خبط على الباب عنيف. الباب كان هيقع من كتر الدق. هي والأطفال صرخوا بخضة، وهو جري ناحية الباب بسرعة وفتح، ووقف متصنم مكانه لما شاف قوات الشرطة حواليه، والضابط بيقول ببرود: موسى، مطلوب القبض عليك. هتيجي بالذوق ولا نخليها بالطريقة التانية؟ اتصدم وقاوم العساكر اللي بيقربوا منه عشان يحطوا الكلبشات. ليه؟ هو أنا عملت إيه؟ شهد جريت عليه وهي بتعيط وبتحاول تبعدهم عنه. بص فيها بغضب وقال وهو بيزعق: بعدي يا بت، خش جوه يلا واقفل عليك الباب وما تطلعيش منه مهما حصل. وهو بيتسحب لتحت معاهم صرخ بأعلى صوته: ما تدخلش حد منهم عندك يا شهد. نزل معاهم لتحت، وأول ما شاف أبوه سمر وفاطمة واقفين ببصوا بشماتة، وسيد وحسين واقفين مصدومين، بص لأبوه في عينه وهز راسه بوجع: انت اللي عملتها يا حاج، انت السبب. لما علاء أخوه رجع الحارة وسمع باللي حصل اتجنن، طلع على البيت جري متخيل ان الكل مقلوب عليه، لكنه اتصدم لما لقى أبوه قاعد عادي جدا بيشرب شيشته ومبسوط وكأن مفيش أي حاجة حصلت، والستات قاعدين حواليه إلا أمه اللي كان وشها كله حزين. انت قاعد كده وابنك مقبوض عليه؟ أعمل له يعني؟ السجن للرجالة، دي مش أول مرة. طب حتى روح وراه شوف قبضوا عليه ليه، ده بقاله شهر ما بيقربش من الكار. خليه يتربى يعرف اللي يطلع عن كلامي بيجراله ايه. وفاطمة قالت وهي بتضحك بسخرية: قال يقول للبت ما تدخلش حد مننا عندك. وسمر ردت بغل: تستاهل، خلت دماغه تتقلب علينا، شوفي آخرتها ايه. بص لهم علاء بعدم تصديق، وبعدها رجع لأبوه وقال بصوت كله مرارة: انت اللي وديته في داهية. أبو ساب الشيشة وقال بغضب: أيوة، وكلمت الباشا يقرص ودنه، أنا مش هخسر ملايين عشان شوية كلام فاضي. على سكت لحظة وبعدين قال وهو عينه فيها دمعة غضب: تمام يا حاج، كنت خسرت واحد من ولادك، دلوقتي خسرت الاتنين، أنا كمان بطلتها، بلغ عني بقى. وبص لمراته وقال بصوت غاضب: وانت يا بت، خد ابنك يلا واطلع شقتك، رجلك ما تدخلش هنا تاني، سامعة؟ وقالت بخوف: اللي تشوفه يا اخويا. وشالت ابنها ومشيت بسرعة. محمد وقف وقال بغضب: بتقلبوا عليا كلكم، فاكريني عجزت؟ فوقوا كده قبل ما اطير رقابكم بايديا. بصله علاء بحزن وقال وهو ماشي: انا رايح اشوف اخويا، وانا راجع هجيب لك سكينة معايا يا حاج، بس والله ما هتوجع زي الجرح اللي ضربتنا بيه لما كسرتنا وهن عليك. وقف ثابت قدام العميد حسن، عينه كلها تحدي وما فيش فيها أي خوف ولا كأنه في موقف صعب. والعميد ماسك السيجارة ببرود يجنن. وبعد كام دقيقة صمت قاتل قرر العميد أن يكسر الهدوء ده وقال بخبث: ها يا موسى، مش هتقولنا بقى كرتونة الحشيش اللي اتمسكت بيها دي جبتها منين؟ وفي غيرها ولا خلصت؟ ضحك موسى نص ضحكة وفيها استهزاء: انت فصلت القضية خلاص يا باشا؟ فصلتها على مقاسك، إلا بقى لو رجعت عن الهبل اللي في دماغك ده. أنا سايبة كل الوقت ده يمكن تفوق، ولا الجلالة كانت واخداك ساعتها بس شكلك زودتها قوي. موسى بصله بعين كلها يقين: لا لا، لا جلالة ولا هبل، أنا تبت فعلا، ولو هتحبسني باقي عمري مش هرجع للي كنت فيه أبدا. العميد غيظه ولع وقال بنبرة باردة: يا ريت تفضل على كلامك ده لما تيجي عندنا وتشوف كرم الضيافة، الحاج بنفسه موصى عليك يا زعيم، حتى لو قطعته مني مش هرجع. فهمه كده يا باشا. العميد هز راسه بعصبية وقال للعسكري اللي كان واقف: خده يا ابني واكرموه يمكن يفوق. وهو خارج من المكتب والعسكري ماسكه، كانت غالية واقفة بره ومستنية دورها، وأول ما شافته اتصدمت وقالت لأبو زياد: ده موسى النجار مش كده؟ ده كان تبع الباشا، إيه اللي حصل؟ قلب عليه ليه؟ أبو زياد قال وهو بيهز كتفه بعدم اهتمام: لا، ما هو قام يلعبها يا شيخ وقال بطلت، الباشا كلمه كذا مرة عشان المأموريات اللي بيطلعها معانا وهو قال لهم لا، وفي الآخر أبوه هو اللي كلم الباشا عشان يشد ودنه يمكن يرجع لرشده.
الدم غلي في عروقها. ايه ده ظلم كده، يعني واحد قرر يتوب تقوموا توقفوه؟ هو انتوا ربنا؟ وبصت له وقالت طيب هدخله انا دلوقتي ولا الباشا لسه مشغول؟ لا اتفضلي، المفروض كنا دخلنا من بدري بس انت اللي وقفت ترغي. دخلت وهي غضبانة. اول ما قعدت قصاده عينيها ولعت نار. حسن فهم على طول انها جاية هتنفجر فيه. سيبني شوية مع غالية، محدش يدخل غير لما انده. اول ما الباب اتقفل ما استنتش لحظة وقالت وهي بتحدف بكلامها انت ايه بالظبط يا حسن؟ واحد تاب يعني خلاص بقيت اله؟ ضميرك فين؟ ازاي تسمح لنفسك تظلم بني ادم وكل ذنبه انه قرر يمشي صح؟ ايه الجبروت ده؟ فين رحمة قلبك؟ اتخض من نبرتها. محدش بيكلمه كده بس وجع كلامها صح جواه اللي كان مطفي، ورغم كده كبرياءه غلبه فرد بغرور الزامي حدودك واعرف انت بتكلمي مين اداك الحق تتدخلي في شغلي؟ شكلك اتجننتي فعلا. لكنها ما سكتتش، كانت مشتعلة اكتر. عارفة بكلم مين يا حسن؟ عارفة كويس. كنت فاكرة ان فيك ضمير بس طلعت ميت من زمان، ظالم ومفتري وفاكر نفسك كبير. كبير بايه؟ بظلم الناس؟ طب هتروح فين من ربنا يا باشا؟ الكلام دخل قلبه زي السهم، فقد اعصابه تماما وقال كلام عمره ما هينساه. انت اتجننت يا بت؟ فاكراني زي العيال اللي بتغرفيهم؟ فوقي كده واعرف انا مين وقيمتك فين وبتكلمي مين. انا اقدر اعمل فيكي اللي ما يخطرش على بالك. دموعها نزلت غصب عنها من القهر لكنه ما رحمهاش. زود الطين بلة وقال بغباء نابع من غيرته ايه الواد عاجبك؟ بتدافع عنه ليه؟ ما طلعش معاكي غير مرة؟ ولا يمكن ما عبركيش زي الرجاله اللي بيجروا وراكي؟ قلتي بقى تعملي فيها بطلة عشان تكسبي وده. ما ردتش، دموعها نازله وساكته. حست انها هي اللي غلطت لما صدقت ان ممكن يكون في قلبه نقطه مشاعر ناحيتها. اما هو اول ما سكت وبص ناحيتها وشافها منهارة قلبه وجعه بجد ولعن نفسه ولف ظهره ليها وهو مولع السيجاره. ما كملش الكلمه، سمع الباب بيتقفل بقوه وبص بسرعه وكانت غاليه خرجت. في لحظه هوس مسك كل حاجه كانت على المكتب ورماها على الارض وصوته هز المكان. المساعدين دخلوا مفزوعين وهو بيزعق بجنون كله يطلع بره، مش عايز حد هنا. تفتكروا التوبه سهله؟ لا، نطقها سهل لكن الثبات عليها هو الحرب الحقيقيه، حرب مع شياطين الانس قبل الجان. وموسى كان صادق في توبته، لا صرخ ولا قال وهو بيتضرب من 3 رجاله كبار، ولا حتى لما لفقوله قضيه حبسها ما يقلش عن 10 سنين. 3 أيام من العذاب المتواصل وجسمه كله دم وجروح، وشهد عايشة في رعب عليه بتنهار كل دقيقة. كانت عاملة حساب كل كلمة قالها، قافلة بابها ومش بتفتحه لحد غير صاحبتها اللي كانت بتجيب لها اللي هي محتاجة لما تبعت لها. وفي يوم سمعت خبط على الباب، جرت بسرعة وقالت قبل ما تفتح مين؟ وجالها صوت حسين أنا يا شهد افتحي. ردت بعصبية وهي ورا الباب هو انتوا ما بتزهقوش؟ سيبوني في حالي بقى، قلت لكم محدش منكم هيدخل هنا ولا يلزمني منكم حاجة. يا بنتي مش معقول نسيبك لوحدك، احنا مش رجالة ولا ايه؟ لو كنتوا رجالة بجد ما كنتوش قبلتوا الظلم اللي على اخوكم ده، كنتوا طلعتوه من الحبس اللي ابوكم السبب فيه. بس ربنا كبير وهيرد الظلم على الظالم. حسبي الله ونعم الوكيل، فوضت امري ليك يا رب. ونكمل بكرة.